معاكم دكتور محمد محروس. العلاقات في حياتنا زي شبكة العنكبوت، بتبان متقنة مترابطة، شكلها حلو، شكلها هندسي رائع، لكن هشة في نفس الوقت. 3 2 1 بنبنيها بسرعة بالكلام الحلو، المجاملات، اللحظات العابرة، لكن أول ما تقابل رياح حقيقية بتتفكك وتنهار وتسيبنا نواجه فراغ كان مستخبي ورا الخيوط اللامعة دي. السؤال هو ليه دايما بنختار العلاقات الهشة؟ يمكن اننا عارفين اننا اصلا مش قادرين نواجه ضعفنا الداخلي، فبنجرب نخفيه في علاقات شكلها جميل لكنها من جوه فاضية. بص على العلاقات اللي حوالينا، هتلاقيها مبنية على العابر، مكالمات سريعة، رد على رسايل، لحظات جميلة بس من غير عمق، زي بيت العنكبوت اللي بيتلف حوالين غصن ظاهره قوي ومتقن، لكن مع أول لمسة لريح كله بيتفتت. بنفتكر إنها مسيطرين على الخيوط دي، لكن الحقيقة إنها هي اللي بتسيطر علينا. زي صاحبك اللي فكرته في ظهرك وسابك أول ما تقلع عليه حملك، أو علاقة عاطفية كنت فاكركم روح واحدة بجسدين واكتشفت إنها مجرد انعكاس وهمي لاحتياج لحظي. علاقات بالشكل ده عمرها ما كانت حياة، دي مجرد مسكنات لهروب. نهرب من ايه؟ من الوحدة اللي بنواجهها لما نقف قدام مرايات نفسنا. المشكلة مش في الناس، المشكلة في البنية نفسها. بنبني بسرعة لأنها بنخاف ندي وقت للعلاقة تكبر، وبنعيش في عصر السرعة، كل حاجة لحظية، كل حاجة زي الجانك فود، الأكل، المتعة، الحب. بنطلب علاقة جاهزة وناخدها تيك أواي، لكن الحب الحقيقي عمره ما كان وجبة سريعة. الحب بيت بيبنيه الحلم ويزينه الصبر ويحميه العمق. شفت الأم اللي بتسعى على عيالها بدون مقابل، أو الصديق اللي بيجي وسط الليل لما تطلبه، أو الحبيب اللي يبقى سند وقت الضعف. دي العلاقات مش زي بيت العنكبوت، دي علاقات زي قلعة مبنية على صخر، مهما كانت الزوابع، مهما حصل من زلازل، بتفضل صامدة لأنها متأسسة على أفعال مش أوهام. تخيل على العلاقات زي الشجر، في بذور بتزرع في الأرض الهشة تطلع بسرعة وتموت أسرع لأن ملهاش جذور، وفي بذور بتاخد وقت طويل عشان تنمو. الجذور بتتوغل في الأرض ونرويها مية ببطء وتواجه الشمس والمطر عشان تتحول لشجرة كبيرة ما تتهزش. احنا دايما بنبص للشجرة الكبيرة وننسى انها كانت بذرة محتاجة الصبر ورعاية ومقاومة عشان تتحول للشيء اللي بيحميك وقت العواصف. لكن السؤال هو احنا عايزين نكون العنكبوت اللي دايما بيعيد بنى شبكته وعارف انه هيتهد تاني، ولا نبقى زي المهندس اللي بيبني برج يلمس السماء طوبة ورا طوبة والأساس كله صخر؟ العلاقات الحقيقية زي البرج ده مش زي العنكبوت. البرج بياخد وقت، بياخد تعب، لكن في النهاية بيبقى ملجأ وبيبقى قوة وبيفضل موجود مهما حصل. في النهاية لازم نقف مع نفسنا ونسأل، احنا بنبني شبكات ضعيفة عشان لحظة راحة، ولا بنزرع أساس متين عشان علاقة تصمد؟ الحقيقة إن العلاقات المبنية على المظاهر والأوهام هتنهار دايما مهما طال الزمن، أما العلاقات الحقيقية هي اللي بتواجه الصعوبات تتحدى الرياح وتبقى. الإنسان الحقيقي ما يرضاش يعيش في شبكة العنكبوت، لأن روحه تستحق إنها تعيش في قلعة قوية جدا.